هذه المباراة شاهدناها بفوز مستحق للأهلي السعودي. تحدثنا عن المباراة، كان استحواذ لكن دون فاعلية، استطاع بتأني بخبرة جميلة أن يفوز الأهلي بهدفين دون مقابل. طبعا نبارك للأهلي السعودي فوز المستحق في مباراة اليوم، وهارد لك للسد. السد وقع في أخطاء ولذلك هو لابد أن يتحمل هذه الأخطاء. كنا نتكلم قبل المباراة بأن قدرات السد وايضا المعطيات تصب لصالح السد، ولكن لابد ان يثبت ذلك من خلال الواقع. ولكن الاخطاء التي شاهدناها في مباراه اليوم على المستوى الفردي، واللي لم نشاهد المستوى المطلوب بالنسبه لبعض اللاعبين، جابي وايضا حتى اكرم عفيف، بغداد، بنجاح، لم يعطونا الجانب الايجابي الهجومي. ايضا فييرا يعني حتى وان كان هو لعب بطريقه 4-3-2-1 وحاول ان يستبدل هذه الطريقه ب 4-2-3-1، الا ان لم نشاهد التغيير المثمر لذلك. فانا اعتقد ان فييرا لربما نقول احنا اخطا في تقديراته بالنسبه لطريقه اللعب في الشوط الاول. السد احنا ما اعتدنا عليه ان يكون متحفظ. السد قوه هجوميه، لابد ان يستفيد هذه القوه الهجوميه ويلعب منذ البدايه ب 4-2-3-1 ويعتمد على القدرات الهجوميه الموجوده في فريق السد. لكن يعني نتمنى بان يكون هذا درس للفريق ويستفيد منه من خلال مباراه الاياب في الدوحه ان شاء الله. فعلا مبروك للاهلي. هل اختلف الشوط الثاني على الشوط الاول كابتن نبيل بين الفريقين سواء السد او الاهلي؟ اختلف الفريقين الاثنين، غيروا في الطريقه التكتيكيه. الف مبروك للاهلي، الفوز المستحق في مباراه اليوم كان افضل من فريق السد. السد مباراه للنسيان بدون ادنى شك، لانه مفاتيح اللعب نتاع فريق السد اليوم ما كانتش موجوده. الاهلي عرف كيفاش يوقف. ايضا صحيح انه المفاتيح ما كانتش موجوده بالنسبه للسد، لكن الاهلي ايضا لازم يحسب له انه عرف كيفاش يوقف، كيفاش يعزل اكرم عفيف وبونجاح على خط وسط الميدان. جابي اليوم بصراحه معناها انا كنت ننتظر انه هو يخرج مش الكوري يخرج، لانه الكوري كان افضل منه، الا اذا كانت هناك اصابه بالنسبه للكوري. ميس باس كثير، بطء كبير في نزل العمليات الهجوميه، في التحول من النزعه الدفاعيه الى النزعه الهجوميه. اخطاء كثيره عملهم على المنافسين. خط وسط الميدان حكم فيه اكثر فريق الاهلي. هناك تغيير في الطريقه التكتيكيه، يعني في الشوط الثاني شاهدنا مباشره اكرم عفيف اصبح يلعب وراه، وبغداد بونجاح تحول بعد ما كانت 4-3-3 بوجود اكرم في جهه والهيدوس في جهه وراس حربه بونجاح. تغيرت ياسر في المثلث نتاع خط وسط الميدان، اصبح هو على الخط في الجهه اليسرى، واكرم اصبح كصانع العاب. لكن اكرم في المركز هذا تاخر كثير، اصبح يبحث ياخذ الكره في نصف ملعب السد، وقت اللي السد في حاجه فيه باش يكون قريب اكثر كصانع العاب ويولي كمهاجم ثاني، يعني تاخر كثير. ثم مباشره بعد ما دخل علي اسد تحول للجهه اليسرى وبسرعه ولا هو ورا المهاجم، يعني التغيير كثير في الطريقه التكتيكيه. ومشى مره اخرى اكرم عفيف الى الجهه اليسرى، يعني اصبح 4-2-3-1. فريق الاهلي خاصه بعد دخول تيسير خذا اكثر بخط وسط الميدان، اصبحت هناك اكثر لمسه فنيه عند فريق الاهلي. اصبح يلعب بالرومبو، يعني اسمه دياس في المثلث امام المهاجمين، على يمينه سلمان وعلى يساره بدون ادنى شك نوح يلعب مباراه كبيره. ثم خاصه بعد دخول سلمان اللي اعطى اكثر حركيه في خط وسط الميدان. بدون ان ننسى انا معناها انبهرت كثير ثنائي الهجوم، دياز لعب مباراه كبيره تكتيكيا، لانه مثل ما قلت في الشوط الاول بدا المباراه بلاعب ثالث في الناحيه الدفاعيه، ثم يتحول الى لاعب خط وسط الميدان يبني الهجمه من الوراء. جنيني التفاهم كبير بينه وبين السومه، دائما واحد منهم يتخلف الى خط وسط الميدان وواحد يقعد راس حربه ثابت. يعني اليوم ممكن من افضل مباريات الاهلي من بدايه الموسم الى حد الان. حتى السومه شاهدنا من خلال هدفين، يعني وقوف في خلال المباراه، لكن تحتاج لاعب او هداف بمستوى السومه. اول شيء نقول مبروك للاهلي وهارد لك للسد. احمد السومه لو نتكلم عنه ما راح نوفي له حقه ابدا، يعني صراحه على الاهداف اللي سجلها مع نادي الاهلي، يعني ماكينه اهداف ما شاء الله تبارك الرحمن، قيمه فنيه عاليه صراحه كمهاجم بحجم السومه. اعتقد ان السومه اي فريق يتمنى انه يتواجد معاه لاعب بحجم وامكانيات عمر السومه.
اليوم صراحة فوساتي أحمد، فوساتي كان له دور كبير في حصد نقاط المباراة، خاصة الشوط الثاني. احنا نقول شوط مدربين، التغييرات اللي عملها خاصة خروج يوسف الحربي بداية المباراة وقبل المباراة، أنا كنت مستغرب من وجود يوسف الحربي ووجود سلمان المؤشر في الاحتياط، ولكن في الأخير من شفت مستوى صراحة يوسف الحربي اليوم في المباراة. صراحة يوسف الحربي الحين يعني عرفت ان وجود اليوم يوسف الحربي في التشكيله اكيد انها له يعني اسباب، والاسباب هي ان يوسف الحربي دائما عند النزعه الدفاعيه ويحاول ويلعب باسلوب عند النزعه الدفاعيه في نفس الوقت عند النزعه الهجوميه. فاعتقد اليوم حتى الشوط الثاني التغييرات اللي عملها فوساتي اليوم لما خرج يوسف الحربي دخول تيسير مكان يوسف الحربي وخروج حسين المقهوي مع الوقت ودخول سلمان المؤشر، اعتقد ان هذا عرف فوساتي صراحة في مباراة اليوم كيف يتعامل مع فريق نادي السد، بحكم أن فوساتي كان في موجود كمدرب مع نادي السد وعارف وقاري طريقة لعب وأسلوب نادي السد وحتى إمكانيات لاعبين نادي السد. فوساتي صراحة اليوم علامة فارقة في مباراة اليوم، اللاعبين أدوا مشوا بتكتيك عالي اليوم في أرضية الملعب، عرفوا كيف يتعاملوا مع مجريات المباراة في مجريات المباراة اليوم في المباراة، يعني إغلاق المساحات، الاعتماد على ديجانيني والسومة في النواحي الهجومية، انطلاقات الأجناب اللي هو يوسف الحربي، حسين المقهوي بعض الأحيان، الحرص في الانضباط التكتيكي العالي اللي في المباراة اليوم اللي قامها صراحة لاعبين النادي الأهلي حقيقة لهم إشادة كبيرة اليوم في مباراة اليوم. ذكر خورخي فوساتي هو دور كبير من خلال النادي الأهلي فوزه وطريقته ولعبه والتغييرات، لكن جوزوالدو فيريرا الشوط الثاني لم تكن هناك حلول له خلال الشوط الثاني، يعني لم نشاهد حتى السد اللي تعودنا في الدوري القطري، مؤخرا فاز على نادي قطر ب8 أهداف مقابل هدف بطريقه وبلعب وتكتيك واهداف، الان لم نشاهد حتى بغداد بن في نرفزته بشكل كبير مع الحكم بشكل اكثر. يعني حلول على مستوى طريقه اللعب، هو حاول ان يغير طريقه اللعب ولعب بطريقه 4-2-3-1 في الشوط الثاني، وايضا حتى على مستوى اللاعبين هو حاول حتى اللي بيش يضربها بالراس ما يقدرش يضربها هكا، يضربها هكا. احنا شاهدنا قابي واقف القائم البعيد بجنب القائم بس من خارج القائم من برا، متردد يروح ما يروح. احنا دائما في العالم، دائما في الانديه العالميه هذه دائما تشاهد كريستيانو رونالدو في ريال مدريد مميز، لما كان حاليا في نادي الاهلي مرتبطه بتألق عمر السومه في المباريات. بس سؤالي الان مش تقليلا في ضربة الراس، مش تقليلا في ضربة الراس. اين الدفاع؟ لا مش اين الدفاع، سؤالك مهم جدا. يعني احنا نحكي على من افضل اللاعبين في الكرات الثابته بالراس، هذا معروف. نعم. ما تقدرش تعمل الزون مع عمر السومه، وهنا الزون لو نشاهدوا الكورنر مره اخرى فريق السد عامل زون ديفنس، مش عامل اوكي تقدر تعمل ميكس لما يكون عندك لاعب كما قال لك مثل كريستيانو ولا مثل عامر السومه بارع بالراس كثير، تعمل له ميكس زون وانديفيديوال اللي هو يعني هو اللاعب المتألق بالراس تعمل له انديفيديوال لانه وحده. انا اشوف اي لان 3 على 1، انا لو شاهد 3 على 1 لانه عاملين زون. نعم. والزون لازم الناس الكل تتحرك مع بعض، انت مسؤول على مترين امامك، مترين على اليمين ومترين على اليسار ومترين وراك، لازم تتحرك فيهم، وفي نفس الوقت تعمل انديفيدوال لما يكون لاعب متميز بضرب الراس. يا كابتن حتى في عمليه لما يكون لاعب مثل سوما في الارتغاء انا ما اخليه يعني يرتغي يعني على الاقل اضايقه في عمليه الارتغاء. ما في مضايقات من لاعبين نادي السد على اليوم اصلا بشكل عام. ابو خلفان اليوم نادي السد كلاعبين يعني ما ظهر بهذاك المستوى المعروف منهم ابدا. يعني وين اكرم؟ مش مركزين 100%. وين اكرم عفيف ومستويات اكرم عفيف؟ وين حسن الهيدوس على مباراه اليوم؟ وين اللاعبين؟ 7 لاعبين، تتكلم عن 7 لاعبين كانوا موجودين في كاس اسيا الاخيره اللي حققوا فيها كاس اسيا منتخب قطر. اليوم ما مستوياتهم تعبانه، ما لهم حضور ابدا، حتى كلاعبين محترفين اليوم ما لهم حضور ابدا. يعني مثل ما تكلم الكابتن نبيل معلول، يعني مباراه للنسيان لنادي السد. نعم. هذه طبعا تحدثنا عن السد وطبعا خط الدفاع للفريق السد، بالتالي استطاع عمر سومه وهو نجم بمعنى الكلمه ان يقتنص هذه الاهداف من خلال هذا اللقاء، وفوز مستحق ومبروك للاهلي وهارد لك للسد في مباراه اخرى. نتذكر ترتيب المجموعه الرابعه مشاركه بالاهلي في 3 نقاط، بختكور بنقطه وبوليس بنقطه والسد دون نقاط، بما ان بختكور وبوليس تعادلا من خلال اللقاء الاول من خلال هذه المجموعه.
لو عدنا للمباراة الأولى كابتن إبراهيم خلفان، كابتن نبيل، كابتن عماد، فوز مستحق للتحيل على استقلال طهران الإيراني ب3 أهداف لم نتحدث عنها، ولكن شاهدنا استقلال أول دحيل تمكن بكل الطرق أن يقسو على. في الشوط الثاني اكتساح كان بالنسبه لفريق تحيل. الشوط الاول سيطر لكن ما كانتش هناك فرص، لكن في الشوط الثاني كانت ممكن النتيجه تكون اثقل بكثير بالنسبه لفريق التحيل اللي عرف كيفاش يسيطر، كيفاش يوصل للامان. ممكن هذا الهدف